السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. good evening everyone. I hope you are doing very well. مساء الورد. النهارده يوم مجنون حبتين يعني. عارف انت لما تكون احيانا بتحصل معاك مواقف كده معينة بتفكرك بحاجة فتقولك بقولك ايه، خليني البس مش البس في حيطه، يعني كلنا كده، بس انا اقصد ايه، خليني يعني ارزل على الناس بدل ما انا قاعد فاضي، ارازي في الناس شويه. لو الصوت واضح يا ريت تكتبوا لي، يا ريت تكتب كده. اقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، قول لا اله الا الله لو الصوت واضح. طيب حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم. Today we are going to talk about a very important and critical situations يعني happened to me in my classroom. حاجات حصلت لنا شخصيا في الفصل بتاعي من ايام بقى زمان، وحاليا بتحصل ولسه هتحصل، وانا متقبل الحاجات دي انها تحصل معايا، مفيش مشكلة، ما انا انسان. اصل المدرس ده مش ملاك يعني. ربنا يا رب يبارك فيكم. يا روان، انا شغال امريكان دبلومه حاليا، وقبل كده كمان، بس حاليا انا في بني مزار. يعني انا نزلت مصر خلاص كده، استقريت، قاعد على قلبكم. طيب فان شاء الله انا اللايف بتاع النهارده هيكون عن مشاكل حقيقيه في حياتي، واشارك مع الناس انا ازاي يعني بحل المشاكل دي، مشاكل حقيقيه جوه الصف بتاعي، او جوه المدرسه بتاعتي، جوه الدنيا بتاعتي، وازاي بحل الحاجات دي. قبل ما نبدا كده، انا اسمي يوسف زكي. I've been teaching English for almost a decade of my life. بقالي كده شويه سنين على بعضيها بدرس. I'm a teacher and teacher educator. اشتغلت teacher educator في الازهر الشريف تبع البريتش كونسل، في حاجه اسمها التاجز وحاجات اسمها الفيزز يعني بتاع التي. اشتغلت منتور مع AUC Embassy اللي هو الريلو اوفيس. بقالي فتره كبيره قوي شغال في التيتشن والتيتشن تيتشرز، وان كنت الحاجات دي مش بنعلن عنها، بما ان انا ليا المينتاليتي بتاعتي، انا بشتغل على الورد اوف ماوث اكتر بكتير من الدعايه والاعلان، وده انا بالنسبه لي افضل، يعني ده النجاح الحقيقي. فالنهارده ان شاء الله يا جماعه، لو انت مدرس او مدرسه، لو انت حد داخل التدريس جديد، لو انت حتى طالب وعايز تعرف المدرس ده او التيتشر بتاعك او الترينر بتاعك بيمر ازاي بكميه ضغوط نفسيه وازاي بيتعامل معاها، ممكن تكمل اللايف ده معانا. خليني اشير ماي سكرين، ربنا يبارك فيكم. طيب today النهارده هنتكلم عن الريال بروبلمز اند سولوشنز، مشاكل حقيقيه في حياتي وازاي بحلها. تاني، النهارده هنتكلم عن مشاكل حقيقيه جوه الصف الدراسي بتاعي، او جوه الكورسز بتاعتي، او جوه التدريس بتاعي، وانا ازاي بحل المشاكل دي. تمام حبايبي، ربنا يخليكم يا رب. تسلم اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل. طيب خلينا في بروبلم نمبر 1، ان الديجيتال ريسورس بتاعي اونلاين تول ستوبس working during my lesson. خلاص، وده affecting the planned activities. خليني مثلا اقول لك موقف معين حصل معايا. انا كنت مجهز حاجه اسمها يعني وورد وول، ده ويب سايت جميل قوي، بعمل عليه حاجات كده اسمها الويل، بكتب اسامي الطلبه بتاعتي وبعمل معاهم اكتيفيتيز معينه. بعمل زي نظام الكوتشينه كده، الكوردز، واكتب على كل كارد بحط صوره الطالب بتاعي، بجيبها من على الفيس او من على الواتساب، وبحط في ظهرها سؤال فهو يجاوبني. فانا في مره من المرات عملت كده وحضرت ان التكنولوجي وحاطط فيديو ورايح ادي الكورس بقى ومبسوط والدنيا تمام التمام، وهوبا ايه اللي حصل بقى؟
اللي حصل يا جماعة ان انا لقيت الكهرباء قطعة. طب انا اليوم كله عايز احضر يعني انا محضر اصلا ان انا هدي السيشن بتاعتي او الكورس بتاعي حاجات من كده، شوية جيمز على شوية ابليكيشنز على شوية تحابيش كده جميلة. فانت لو مكاني هتعمل ايه في المصيبة دي؟ انت محضر كل حياتك على الفلاشة، جيت مرة واحدة الدنيا وقفت، هتعمل ايه؟ اقول لك بقى انا بعمل ايه بصراحة. من بعد ان انا بقالي فترة عمال الدنيا بتخبط فيا وبخبط فيها، وصلت لدرجة ان انا ما بقيتش اثق في حاجة. طبعا مش قصدي الناس، انا اقصد انا ما بقيتش اثق في الريسورس اللي معايا. فانا مثلا بيبقى معايا كتاب وبيبقى معايا الكتاب على فلاشة، وببقى حاطط الاتنين دول على التليجرام او حاطط الاتنين دول على الدرايف. يعني مثلا خليني اقول لك ان انا البرزنتيشن اللي في ايدك ده اللي انت شايفه قدامك ده، انت متخيل ان انا طبعه اهو؟ انت متخيل انا وصلت لدرجه ايه؟ طبعه حاطه قدامي احسن انسى معلومه ولا حاجه. انت متخيل؟ فدي طريقه حلوه ان انت يبقى عندك دايما بلان بي، ان انا لو الحاجه دي ما اشتغلتش هعمل كذا. انا معايا كوبيد، يعني معايا حاجات اوريدي كوبيد واوريدي مطبوعه، فانا لو الكهرباء مش شغاله هعمل كذا. تمام؟ دي حل اول. حل تاني، بخطط في دماغي حاجه اسمها الانتسيبيتد بروبلمز، يعني المشاكل اللي ممكن تحصل. يعني فور اكزامبل ان انا بقول ان الريسورس الاولاني، في دوشه جنبها في الشارع معلش، بقول ان رقم 1 هو السبوره. رقم 1 النور قطع، الدنيا باظت، الدنيا خربت، السبوره موجوده والاقلام موجوده. تمام؟ فبعمل ايه؟ بقول والله لو الكوبيز اللي معايا مش كفايه هكتب على السبوره، ولو مش معايا فلوس اطبع، ولو الكهرباء قطعه السبوره رقم 1. ايه المشكله يعني؟ ولو واحد نظره ضعيف هخليه يقعد في الاول. فده حل وسط لو انت من الناس التكنولوجي او التكنولوجيكال بيبل زي حالاتي، بحب كل حاجه تكون تكنولوجيه، بس ده ما يمنعش ان انا بيبقى معايا هارد كوبي، حاجه منسوخه باخدها معايا تحسبا للظروف. طيب حاجه تاني حصلت معايا بمناسبه التكنولوجي، كنت رايح في مره كورس، كنت بدي حاجه من كتاب كده اسمه كاتن ايدج لمستوى عالي شويه، فكنت محضر كل حاجه على الباوربوينت. اروح واحط الفلاشه يا مسلم يا مؤمن بالله، احط الفلاشة على الكمبيوتر، الاقي لك الكمبيوتر فيروس ومسح لي كل حاجة على الفلاشة. يا نهار اسود! تخيل بقى الحل ان انا كنت عامل ايه؟ قلت خلاص، عملت حاجة اسمها الانبلاجد تيتشنج او الزيرو ماتيريال تيتشنج، حاجه كده ان انا درست له الحاجات اللي انا فاكرها كلها على السبوره، ولا استخدمت تكنولوجي ولا اي حاجه، والناس حبوا الدرس والدنيا زي الفل. يبقى المشكله الاولى ان انت لو عندك ديجيتال ريسورس او اونلاين تول مثلا عطل معاك، خلي معاك دايما هارد كوبي، او ترفع الحاجه دي درايف قبل ما تمشي او تليجرام قبل ما تمشي. بس كده. تعالوا نشوف المصيبه رقم 2. There is a wide range of language abilities in the class, and some students are far ahead or behind the others. المصيبة برضو دي بتقول ان انا احيانا بشتغل في سنتر تعليمي. تمام؟ ما انا شغال كده حاجات تبع الدبلومة الامريكية وحاجات تبع التيتشرز والايلتس، شغال كذا حاجة يعني، والثانوية العامة. فاحيانا بيقعد قدامي مثلا 10 طلبه، 50 طالب، 20 طالب، اكيد قدراتهم اللغويه مش زي بعض، بيبقى في واحد قوي، واحد ضعيف، واحد مش عارف ايه. فانا كنت بحل المصيبه دي ازاي؟ كنت بعد شويه ما اتعرف على كل واحد ومستواه، بعمل حاجه اسمها ميكسينج هاي اتشيفر مع اللو اتشيفر ستودنتس. تمام؟ يعني انا اخلي الطالب الشاطر مع الطالب الضعيف، واخلي الطلبه المتوسطه مع بعض. ده حل من الحلول. الحل التاني ان انا كنت اي نشاط بعمله بير وورك، نشاط زوجي، 2 مع بعض، او جروب وورك، كنت بخليهم جروبس. ولو انت متابع الصفحه عندي هتلاقيني معظم الحاجات اللي بنزلها من الشغل بتاعي كلها جروب وورك، كلها بير وورك.
غالبا ده اللي انا بشتغله، ان انا بعمل حاجه اسمها pairing وحاجات اسمها grouping. تمام؟ فدي حركه حلوه. الحل الثالث معايا ان انت حضرتك قسمتهم او عملتهم جروب، او ان انت عطيت الهول كلاس انستراكشنز او الكويشن ده للفصل كله. خلي اللي يجاوب في الاول يكون طالب كويس، والتاني يكون طالب متوسط، وخلي الطالب الضعيف او الشخص اللي انت حاسس ان مستواه ضعيف شوية في اللغة يبقى مجرد بيردد. الترديد ده كأنك بتعلمه بالظبط. خلاص كده متفقين؟ فاحنا عندنا 3 حلول، لان انا لو عندي فصل او صف دراسي عندي ميكسد ليفلز زي ما بيقولوا، مستويات مختلفة عن بعضيها. تعمل بير وورك، تعمل جروبينج اب، او ان انت تعمل حاجة اسمها دريلينج فور هول كلاس. تمام كده؟ تعالوا نشوف المصيبة رقم 3، ان some students repeatedly fail to complete homework or assignments. مش بس يا جماعة الناس الصغيرة بتاعت ابتدائي واعدادي وثانوي هم اللي بيتهربوا من الهوم ورك، ده انا عندي ناس في الكورسات لو عطيتهم واجب والله ما بيعملوه. فقعدت افكر كده، هو ليه التقصير ده فين؟ ليه لما اقول لشخص قدامي اعمل التاسك دي هوم ورك ما بيعملهاش او بيتاخر؟ حبيبي الله يبارك لك، لو اي حد عنده سؤال يا جدعان يا ريت يعني يكتب في الكومنتس. خلينا اشوف كده اللايف اصلا شغال ولا لا. والله انا ماشي بالبركه، ده انا هدخل الجنه ان شاء الله. خلينا اشوف كده. شغال والنبي شغال، جميل، ماشي زي الفل. فانا عندي دلوقتي لو انا عندي بعض الطلبه اديه الهوم ورك بتاعه ما بيعملوش. حصل معايا وبيحصل وهيحصل طب انا بحل المشكله دي ازاي؟ بكل بساطه بشوف هل المستوى بتاع الواجب ده متوافق مع مستوى الطالب ولا لا. ده سؤال مهم قوي، لان انت ممكن تديله تاسك كبيره عليه، يعني you can't chew more than you can eat. يعني ازاي او you can't eat more than you can chew. ما تقدرش تاكل اكتر ما تمضغ، يعني انت هتديله حاجه حجر هتحط له في بقه ازاي؟ تمام؟ فانت رقم 1 اسال نفسك السؤال ده، هل مستوى التاسك او الهوم ورك ده متناسب مع الطالب ده ولا لا؟ السؤال رقم 2 هتسال نفسك، هل التاسك اللي انا بديها يعني reliable، او ان احنا بنقول the same interest للستودنت ولا لا؟ هل ده متوافق مع امكاناته؟ يعني انت ما ينفعش في 2025 وتدي واحد واجب تقول له اكتب جواب لصديقك. معلش يعني مين اللي بيكتب جوابات يا مؤمن بالله؟ ما انت تديني حاجه استعملها في حياتي. خلاص؟ رقم 3، هل ده اوثنتيك ولا لا؟ هل التاسك اللي انا بديها دي في الحياه العمليه والطالب بيستخدمها بره الكلاس ولا لا؟ فهو هيبقى عنده شغف، هيبقى عنده كده يعني هيبقى enthusiastic، عنده دافعيه انه يعمل الهوم ورك بتاعك ولا لا؟ رقم 4، هل التاسك دي ايكونوميكال ولا لا؟ يعني ايه ايكونوميكال؟ صح، اقتصاديه في الوقت. هل بتاخد وقت كبير عشان كده هو ما بيعملهاش؟ ولا هل الهوم ورك ده بيكلفه فلوس كتيره؟ ولا هل الهوم ورك ده بيكلفه صحه ومجهود كبير؟ ما انت لازم يكون يعني عندك بصيره، يعني من العقل ان تحمل الناس ما تطيق. ولا انتوا رايكم ايه؟ صح كده؟ طيب دي المشكله رقم 3، ودي الحلول اللي انا بعملها. بفكر في الاسئله اللي انا قلتها دي وبعمل ايه؟ بحل، بشوف مشكله الطالب دي فين، وايه يعني لما يعمل نص الهوم ورك؟ الف شكر. ايه يعني لما اقلل لغه الهوم ورك نفسها بعمل لها جريدنج؟ ايه المشكله؟ هو انا جوز امي كان شغال في كامبريدج؟ اكيد لا. انا عايزه يتكلم انجليزي ويكتب انجليزي،
انا يخصني انه يبقى شاطر وحابب الدنيا عشان يقدر يكمل. فانت اشتغل على الحته دي وسيبك من البروباجندا الكدابه. المشكله رقم 4 كانت مشكله لذيذه قوي بقى، كان ان الكلاس سايز is very large making it difficult for me as a teacher to give individual attention to each student. يعني ايه الكلام ده؟ المشكله رقم 4 كانت ان حجم الكلاس بتاعي في 90 طالب، على فكره مش ببالغ والله، 90 طالب و120 طالب، وكان في مره بدي 200 طالب في قاعه واحده بس. ولو حابب تتاكد من اللي انا بقوله لك انزل في البوستس اللي انا بنزلها وشوف عدد الطلبه. تمام؟ مدارس وجامعات وكلهم مهتمين باللي انا بقوله. طب انا بعمل ايه؟ فكر معايا كده، ايه اللي انت ممكن تعمله لو انت مكاني؟ عندك عدد طلبه كبير قوي وانت مش عارف تركز على كل واحد لوحده. رقم 1 اعمل جريدنج لللانجويج. ليه؟ لان ده هيخلي الكل منتبه والكل فاهم انا بقول ايه. رقم 2 clear instructions، زي ما بيقولوا كده خليها like a kiss، خليها زي القبلة. يعني ايه؟ keep instructions simple and stupid. خلي وانت بتقول للواحد اعمل كذا قول له بوضوح، زي ما انا بكلمك دلوقتي بقول لك خلي بالك رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا. تمام؟ رقم 3 انا بعمل ايه لو عندي صف كبير؟ بخليهم يشتغلوا مع بعض اكتر من ان هم يشتغلوا معايا، فده بيقلل من عليا الضغط والتوتر. رقم 4 بعمل ايه في الصف الكبير؟ بكون مجهز شيتس للناس اللي بتخلص بدري. يعني انا عندي مجموعة فصل كبير قوي او مثلا كلاس كبير قوي او كورس الاكاديمي بتحط ده على ده على ده عشان عايز يعد ساعات شغل ومنها ما يدينيش تكلفة الساعات الكتيرة، عايز يحط الناس مع بعضيها. فبيعمل ايه؟ يحط لي الناس فوق بعضيها. طب انا ما ينفعش اقول لا، لان ده مكسبه، ده شغله، انا عايزه يفتح عشان انا عايز اشتغل. فانا بعمل ايه؟ بكل بساطه كده وهدوء بعمل حركه جميله قوي، بعمل التاسكس العاديه واخلي معايا ورقتين 3 للشخص اللي بيخلص بدري، اللي كل شويه هيقرفني ويفضل يسال فيا او يجاوب بدري عن اصحابه. بروح اعطيه الورقه واقول له بقول لك ايه، you can do it, you are the smartest today. انت اذكى واحد فيهم، طبعا في ودنه، خد حل دي زياده هتظبطك. تمام؟ فانت ممكن تعمل الحلول اللي انا بقول لك عليها دي. حبيبي يا مستر مصطفى، ما تحرمش. انا هقول لك انا بحبك في اللايف وانا بحبك. تعالوا بقى كده نخش على البروبلم او الاوبستكل نمبر 5، المصيبه رقم 5 او المشكله رقم 5، ان a class of students seems uninterested and disengaged during my lessons. بحس ان الطلبه انا في وادي وهم في وادي، الاقي واحد ماسك لي التليفون، واحد بياكل لب، واحد مش عارف مش مهتم اصلا، يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده. حصلت والله يا جماعه، حصل معايا الكلام ده. انا جه عميل من العملاء كنت بديله درس من كتاب اسمه انترتشينج. تمام؟ كان الكتاب ده او الكتاب ده قديم شويه، كان اظن السكند اديشن او الثيرد اديشن، وكان الكتاب ده بيدرس حاجات قديمه قوي، اللي هو تكتب بوست كارد، تكتب برقيه تهنئه. فانا بديها للعميل والله قال لي كده بالنص، قال لي بقول لك ايه اللي انت بتديهولي ده؟ طب اديني اكتب ايميل. اقول لك ما اديني اكتب رساله واتساب، اديني اكتب رساله كومنت مثلا على الفيسبوك، اديني اكتب بوست على الفيسبوك او اعمل تويتنج على تويتر. فبصراحه من اللحظه دي، كان الكلام ده في 2015 او 2016، وانا فكرت وخدت على نفسي عهد ان انا اشوف اللي قدامي ده اهتماماته واعمل كورنرنج، اكورنر، اودي الدرس في الزاويه اللي تخدم اهتماماته. يعني مثلا بشرح الفيجيتابلز لبنات،
فبدرس لهم ازاي يستخدموا الحاجات دي في الطبخ، وبالمره اديهم first then after that next finally. يلا يا عم هيص. فبتلاقوهم يتكلموا عن الطبخ قوي. مثلا بدرس الالوان لمجموعه من الشباب، فبقول له مثلا واتس يور فيفورت كولر، طب ليه، طب ازاي، طب فين، طب ما تديني مثال. فاهمين قصدي؟ فانا بعمل interesting ideas to meet the needs والاكسبكتيشنز بتاع الستودنتس بتاعتي. تمام؟ فدي حاجه كويسه خالص برضو. فانت ممكن تحل المشكله دي ان انت تطوع الدرس بتاعك على النيدز والانترستس بتاعت الستودنتس اللي قدامك. تمام؟ طيب انا عرضت 5 مشكلات. لو انت عايز تعرف يعني من خبرتي اللي ممكن تكون خطأ، طبعا ما اكدبش عليك يا اخويا، ممكن تكون صح عادي برضو. ممكن ان انت لو عندك مشكله تشاركها معايا واقول لك انا بحلها بالطريقه الفلانيه، او عدت عليا قبل كده وحلتها بالطريقه الفلانيه ونفعت مع الطلاب بتوعي. ربنا يا رب يبارك فيكم. احنا بس بنحاول نعمل سلسله لايفز. السلسله دي بتكون نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وعايزك اي سؤال او اي حاجه تكون نساعدك بها في الماتيريالز. احنا عاملين جروب فور فري، اي مواد علميه انت محتاجها فور فري. عاملين جروب للتيتشرز، عاملين جروب محادثه مجاني، عاملين جروب تاني تطور من عندك الفوكابز والجرامر، وعاملين جروب اسمه هاو تو تيتش، ازاي تدرس، برضه بالمجان. وعندنا برضه حاجات مدفوعه ما اكدبش عليك لان انا بعمل دعايه. ربنا يا رب يبارك فيكم. Thank you so much my friends. See you by tomorrow. Goodbye everyone. Goodbye.